كنت تعرف ان المصفحه اللي بتركب في الموتور من تحت خطر ومش امان؟ كمل معايا الفيديو وانا اقول لك ليه. اول حاجه بتبقى عايز تعملها لما تشتري عربيه جديده وما يكونش فيها مصفحه من تحت، انك تدور على المصفحه دي بتتباع فين وتبقى عايز تركبها، وفي ناس كتير بتروح تركبها، وده اعتقادا منها ان هي بتحافظ على الموتور من الطينه والزلط اللي تحت في الطريق. انت عندك حق، الغلطه مش ان انت ركبت مصفحه، الغلطه ان انت ركبت المصفحه دي معدن. وظيفه المصفحه ان هي تقلل من صوت الموتور حوالين العربيه، وتخلي العربيه وهي دايره صوتها هادي كده ومش مسموع، وكمان تحافظ على الموتور من تحت من الزلط والطينه والميه اللي بيقابلها على الطريق. المفروض بقى ان المصفحه دي تكون فبر مش معدن، ومش المفروض ابدا ان انت تروح تركب واحده معدن والعربيه مش نازله بيها من المصنع بالشكل ده، لانه في حاله الحوادث الكبيره لا قدر الله العربيه اثناء تصميمها بيبقى معمول فيها نقط انهيار معينه بحيث ان هي تمتص الصدمه وما توصلش للراكب الامامي ولا توصل لرجليه. ومن ضمن نقط الامتصاص دي ان الموتور القواعد بتاعته بتتكسر وبيقع على الارض، لانه في بعض العربيات لو دخل على صدر العربيه هيعمل اصابات كبيره للركاب اللي قاعدين قدام. وعشان كده العربيات دي بيحطوا فيها المصفحه اللي تحت الموتور فبر عشان تتكسر بسهوله والموتور يقع تحت. لكن انت بقى لما بتروح تركبها معدن في عربيه مش مصممه ان هي يركب فيها مصفحه معدن، ممكن لا قدر الله في حاله الحادثه الكبيره دي الموتور يدخل على العربيه من قدام ويسبب لك اصابات كبيره في الركب والرجلين. فنصيحه، لو عربيتك مش متصممه او مش بتنزل بره بمصفحه معدن ما تروحش تركب لها مصفحه معدن، لان انا بشوف ناس كتير جدا بتعمل مصفحات عموله وتبيعها لعربيات معينه زي الMG5 مثلا. الكلام ده غلط وخطر تماما، ربنا يسترها علينا وعليكم.